خالد يوسف الحربان يحييكم وتحية الوفد الإعلامي الكويتي لكم من دولة قطر الشقيقة، حيث تقام نهائيات كأس الأمم الآسيوية التاسعة. وهذا اللقاء اليوم يوم الاثنين في 5 ديسمبر عام 1988، اللقاء الثاني من المنتخبين، منتخب الأمم العربية السعودية الشقيق ومنتخب الكويت الوطني. في هذا اللقاء اليوم الهام جدا من مجموعة الكويت وضمن ايضا الصين والبحرين وسوريا، ودخل الان ارض الملعب وسيحدث السلامين من العربية السعودية ودولة الكويت. السلام المية العربية السعودية، ثم تلاه ايضا السلام الوطني لدولة الكويت. وإذانا بداية هذا اللقاء الهام رقم 19 بين المنتخبين، حيث المنتخبين التقوا 18 مرة. يمثل منتخب الكويت الوطني اليوم في حراسة المرمى سمير سعيد، في خط الدفاع نعيم سعد، محمود جمعة، عادل عباس، وليد جاسم، في النص ناصر غانم، منصور باشا، ومبارك مرزوق وعبد العزيز الهاجري. من الجمهور متقدمين عنبر سعيد وصلاح الحساوي. بينما يمثل منتخب مصر العربية السعودية عبد الله دعيع في حراسة المرمى، في خط الدفاع من جهة اليمين عبد الله صالح النعيمة، احمد جميل، محمد ابو جواد. وفي النص يلعب فهد يريجي، صالح المطرد، فهد الكبير. وفي الهجوم محمد سويد وماجد عبد الله والحسن الجمعان. يحكم هذا اللقاء اليوم الحكم الدولي ميشيل بيترو من فرنسا، ويساعده جورج كورتي من انجلترا، ويساعده ايضا سيد حكيم من الهند في ادارة هذا اللقاء. طبعا مثل ما انتم عارفين درجة حرارة في دولة قطر 23 درجة مئوية. في اللحظة هذه بتعلن عن خلال التلفزيون 19 هذا اللقاء رقم 19 بين المنتخبين، المنتخب الوطني والمنتخب السعودي. سجل منتخب الكويت الوطني 28 هدف، وسجل المنتخب السعودي 16 هدف. وهذا اللقاء هو اللقاء الثاني الاسيوي، هذا اللقاء الثاني لمستوى اسيا، لان 84 كان في سنغافوره في كاس اسيا تغلب فيها المنتخب السعودي على منتخب الكويت 1-0. يومها يابه من حيث الجامعات، يقول لما لوبيز مره لعب طريقه دفاعيه، وكان يومها في كاس اسيا، ولعب الكويت في الثالث والرابع، والكويت فازوا 9 مرات، تعادل المنتخبين 5 مرات، وخسر منتخب الكويت حيث تغلب المنتخب السعودي 4 مرات، منها اخر مره بالضربات الترجيحيه، الركلات الترجيحيه اللي كانت في نهائيات الالعاب الاسيويه اللي قيمت في سيول يومها لما ضاع ضربه جزاء، ضربات ترجيحيه. وطبعا طاقم الحساب واضح، والمباراه مهمه جدا. السعوديه لعب مباراه مع سوريا لها هدفين بين البطولين، الكويت لعب مع البحرين تعادل 0-0 ما له رصيد من الاهداف، عدا
نقطة واحدة له، وبالتالي الصين يتقدم الآن مجموعة له 3 أهداف ولا نقطتين. يبقى سوريا أيضا في المؤخرة في المجموعة، ويبقى البحرين مع الكويت بنقطة واحدة وباقي له. وطبعا هذا هو اللقاء الثاني لكل من الفريقين. الفريق السوري هو لعب مباراة ثانية فقط، وايضا اليوم لو اعتبرناه نعتبره يوم خليجي، على اعتبار ان بعد هذا اللقاء هناك لقاء اخر. هذا الجمهور السعودي الكبير جدا، وتعرف طبعا المنطقه السعوديه والمنطقه الحسني قريبه جدا من حدود دوله قطر الشقيقه، وبالتالي جماهير كبيره وصلت للقاهره السعوديه، لجانب الجمهور طائره واحده وصلت من الكويت فيها بعض الاخوه المسؤولين في الاتحادات والانديه الرياضيه، وبعض الجمهور القليل، وغير الرابطه المشجعين اللي موجوده من يوم المباراه الاولى. واللقاء طبعا مهم جدا مثلكم لمنتخب الكويت الوطني ومنتخب المملكه العربيه السعوديه، اللي عاده هذا اللقاء يعتبر بطوله بحد ذاته للتنافس الشريف الممتاز بين الفريقين من ديسمبر لديسمبر اليوم. احنا شفنا مع السعوديه مرات الشروط كثير من الاولمبياد، واحده كاس الخليج، اولمبياد واحده فيها في الكويت 1-0 رياض ناصر غانم، وسنتين تعادل 0-0. وهذا اللقاء الثالث خلال سنه واحده، خلال سنه 88 في سنه واحده. والحكم بيطمن على ايد محبوب المربوطه يشوف انه مش رباط باندد، وايضا نفس عنبر سعيد وسليمان شاهين تسجيل لقاء داخل 5 دقائق في الحديده موجهه بسيطه. وعادل عباس غاب ايضا عن المباراه الماضيه اثر تعرض الى ايضا تعرض لاصابه ضربه هواء، وبالتالي الحمد لله اليوم يعود عادل عباس. كانت الكره ولعبت ومنتخب الكويت الوطني يلعبها محمود، كره مع محمود يلعبها طويله من ناحيه العزاوي، مشترك مع جميل، توصل كره مع محمد عبد الجواد يلعبها كره في نص الملعب، المصيبيح يلعبها لكن في صفاره في فاول على منصور باز طبعا لاعب اول مره ينضم لمنتخب الكويت الوطني، يلبس 16 فنيله بدل طبعا رقم 16 يلبسها منصور باشا، هو لاعب النادي العربي، يلعب في نص الملعب يلعبها الى صالح المصدر، توصل في نص الملعب مره ثانيه وياخذها الغانم، لكن توصل مره ثانيه في اللعب، وهذا مباراه مرزوق اللي عنبر سعيد وصلاح عساوي توصل مره ثانيه غريبه، ياخذها بايد حارس المرمى اللي هو عبد الله دعيه. شوف الفريق الذي يلعب بالطريقه هو الذي يستطيع ان يتسيد المباراه. تلعب بالطريقه يجعل الفريق الاخر هو اللي يلعب معاك بالطريقه اللي بترضاه وينسى بيها. في لاعب طاير داخل الملعب ودفعه ظاهر ان كابتن صالح النعيمه، ان شاء الله بالسلامه، ان شاء الله بالسلامه يا ابن النعيمه، ان شاء الله بالسلامه نسير ذكره حتى المباراه المريسي وحتى الدوري معروف، ومن الحكام وحكم الحكام ايضا والحمد لله تحقيق مستقبل اي شيء لحد الان، وفي مره في مباراه كبيره بدون اتمنى طبعا ان يكون التحكيم ممتاز وجيد ويوفق الحكام في ذلك حتى نتمتع وانت ورا الشاشه الان ايضا سواء في الكويت ولا في السعوديه ولا ايضا طبعا في الدول العربيه مجموعه تنقل اللقاءات، وبتتمنى ان تمتعون في كره جيده وكره حلوه في السلامه. كابتن صالح النعيمي من اللاعبين الحقيقه عمره توفى النعيمي هو كابتن مساعد لاعبين السعوديه، بدا في عام 1900 مع تاكيد مع في 79 اعتقد مع ماجد عبد الله لما بداوا في العراق في الدوري الخليج. ناحيه اليسار عنبر لعبه كره عرضيه توصل لها بيسموها ناحيه عبد الجواد يلعبها من عبد الجواد تطلع كره برا الملعب. لحد الان حوالي 3 دقائق شايف انا منتخب الكويت الوطني هو اللي قادر يمسك منتخب السعوديه في منتصف الملعب لحد الان. هذا قادر من الجمهور ايضا الكويتي في اللعب توصل كره عاليه يا بس لعبها الهواء توصل بردوك تضرب كره مره ثانيه في اللعب ناحيه اليمين توصل الى سويد يلعبها يلعب الى الهريشي يلعبها لكن ياخذها عادل عباس كره مع عادل تقدم فيها عادل عباس يلعبها ناحيه اليسار تطلع الكره وين برا الملعب اوت. وهذا ذلك ايضا من الجمهور السعودي الكبير اللي موجود لعبه الهريشي لاعب تركي فاول على وليد جاسم كره مع المنتخب السعودي صالح النعيمه بيلعبها ناحيه الهريشي طلعها من وليد جاسم تطلع كره برا الملعب اوت.
هذا جانب من الجمهور البيت، الجمهور الكويتي، في ايضا مجموعه كبيره من الجمهور اللي موجود في دوحه بدوله قطر الشقيقه لجمهور الامم الاسيويه. رمي التماس، رمي التماس، اللعب رمي التماس هريتي، كره مع الهريتي ياخذها لكن تطلع ترى ضربتها لحد الان على سبيل التعريف في هذه الصورات، ولحد الان طبعا من المتعرفين تعتبر الدقائق او الربع ساعه الاولى هي فتره الهدوء، تهدئه اعصاب اللاعبين، الرسو داخل الملعب، وبالتالي تبقى الخطوات الاخرى اللي حدلان ما بينت في المباراه كره اللعب حيث جمع كويس محمد كويس ياخذها محبوب يلعبها ناصر الغانم، ناصر الغانم كره معه شوف معه كويس لكن ياخذها الغانم يحافظ عليه يلعبها الى عادل عباس، عادل واضح بالصوره، وعادل ناحيه اليمين الى نعيم، ونعيم يلعبها طويله قدام ناحيه الغانم، الغانم لكن في فاول محمد عبد الجواد، واضح واضح محمد جواد سيطر حتى الصاحب البدايه الاولى من جميع الشوط الاولاني ما زال جيده جدا، وغام غانم على عبد الله بحيح، عبد الله بحيح والقانون يهيئها كثيرة وعندي الزاوية اللي يسعدها المدافع توصل مرة ثانية قريبة للمحبوب محبوب يلعبها اللعب إلى عبد الله بعيد في مخرج انجليزي في التلفزيون ودور قطر ومساحه فيه غاز المباريات محمد عبد الجواد كره في نص الملعب المطلق صالح المطلق يلعبها ترجع كره قريبه الى صالح النعيمه، النعيمه بيلعبها الى غيبي اللعب ناحيه اليمين حاول يعدي كويس محمد كويس وحاول طبعا المدرب اليوم مدرب منتخب العربيه السعوديه بعد انتقل من الامارات على كارلوس البرتو، طبعا كارلوس البرتو من المدربين اللي عرفوا درس المنطقه تماما وقد يعتقد انه سيلعب بطريقه ايضا مثل بريرا انه قريب من كره التنزيه لكن صارت فتره اطول قضاها في المنطقه وفي صالح عبد الله صالح لعبها جوز عرض ملعب بعدها محبوب تطلع كره وين برا ملعب اللعب يمين كره مشتركه في فاول كل لاعب على طول الى عادل عباس، وعادل عباس يلعبها الى محبوب جمعة، كرة مع محبوب جمعة بيهديها يلعبها ناحية عادل عباس، وعادل عباس كرة معاه لعبها ناحية وليد وجاسم كرة معاه بينقلها للأمام توصل قريبة إلى محمد عبد الجواد يلعبها لحارس مرمى لحد الآن بتطمن الحالة لمنتخب الكويت الوطني، وشايف انا ماسك منتصف الملعب يعني خطوره للمنتخب السعودي لحد الان، شايف منتخب الكويت واصل اقرب لمنطقه 18 لحد الان. كره اللعب ناحيه اليمين ملعوبه لماجد ينقلها توصل عبد الله صالح بيلعبها لكن توصل مره ثانيه قريبه الى مدافع منتخب الكويت عادل، وعاد لعبها لمحبوب ومحبوب كرة معاه محبوب لعبها ناحية اليسار لوليد وجاسم، وليد وحوالي 9 دقائق من زمن الشوط الاولاني مضى لحد الان التعادل قائم بدون اهداف تنظر السعوديه والكويت في نهائي كاس اسيا. اللعب ناحيه اليمين محبوب جمعه
محبوب لناصر الغانم. غانم وليد غانم لعبها ناحية الهاجري لكن في فاول حكم ميشيل فيترو غريب فاول على صالح النعيمة. هذا عبد الله صالح غريب وبيطبقها مبارك مرزوق. والله جاية بالصورة مبارك تنحط بالراس انما توصل بيدها في مرمى. حلوين يا اولاد. 10 دقائق وضربة حرة غير مباشرة. راح الحساوي بيحط الحارس المرمى شغل اعادة لكن سهلة بالزاوية اللي فيها حارس مع عبد الله دعية ماسك لحد لا متفقين معاي شايفين منتخب الكويت ماسك الملعب. 10 دقائق ماسك ملعب. هذا سيد وصل لمحمد عبد الجواد يلعبها لحارس مرمى وعبد الله دعية. هذا عنبر سعيد واقف معاه يلعبها دعية. وصل الفرس الموجود عند منتخب الكويت الوطني والرغابة جيدة لحد الآن وفي فاول محمد عبد الجواد الشيخ زايد الأحمد وتعرف الشيخ عبد الله بن خليفة رئيس المنظمة العليا لهذه البطولة في دولة قطر. فتلعب ناحية اليمين افرج يا معلم طير محله. وصل لعادل لعبها سهلة بر الملعب اوت. رمي السماك عبد الله صالح اللعب الكرة في عرض الملعب مرة ثانية لريفي شيلها محبوب توصل الى صالح المسند حصلها الغانم. فاول حيث الجماعة اشترك مع الهاجري وفاول. لعبت الى محبوب طويل على القدام توصل اقرب لحارس المرمى عبد الله دعية. طبعا لو بتحسبون معي انتم شايفين ساكت طبعا وبنك الاذاعه والتلفزيون ايضا الاذاعه بتنضم معنا وشايفين لما جايين التلفزيون احنا عبد الله دعية لو حسبتوها معاك شايفين عبد الله دعية الكره عنده اكثر من سمير سعيد لكن في نص الملعب قريبه لماجد كره مشتركه توصل ناحيه اليمين اقرب الى عبد الله صالح ورمي السماء. لعبت رمي السماء وريد جاسم عادل عباس الحساوي شيلها احمد جميل توصل في النص الى صبيح ياخذها فاول برافو. حقيقة يحاول يمر الهاجري لكن تشترك معاه عبد العزيز الهاجري في فاول هاجي يمر والحكم واضح واشارته جيدة وصفارته واضحة وقريب. حوالي 12 دقيقة من زمن الشوط الأول من المباراة. ثبتها الله يلعبها غانم مبارك مرزوق وعادل عباس في مشاورات حقيقة رباعية بشوط عادل لكن سهل ما يستفيدون من الخطأ الحقيقة في نفس الخطأ. ضربة مرمى طبعا منتخب الكويت الوطني هو اللي ماسك الملعب. هل ترى هي خطة كارلوسية من كارلوس انه ايضا يستنفذ قوة منتخب الكويت الوطني فبالتالي منتخب الكويت المفروض في هذا الضغط لابد يسجل هدف حتى يضع نفسه في بر الامان. هذا الضغط وهذا الوجود ان لم يحقق بهدف فريق داخل مرمى عبد الله دعية معناها انه راح يكون فرصة الفريق السعودي في طريقة يلجأ الى التحقق. اللعب توصل لماجد يحاول يمر يلعبها ناحية اليسار توصل سمير سعيد. فالهجمة العكسية المرتدة على طول اللي بتوصل لسمير سعيد كرة معاه سمير ضاع انه اشترك مع اللاعب
ما كان خاصة كرة مشتركة وعقود على رأس سمير سعيد. إن شاء الله بالسلامة، إن شاء الله بالسلامة. محبوب تكلم حتى المباراة وحتى المباراة ميشيل بترو قريب. ومثل ما قلت طبعا لقاءات السعودية الحديثة ولقاءات الكويت تعتبر لقاءات إلى جانب تبقى من أحسن اللقاءات، ولن يحدث أي يوم من الأيام من التقى السعودية والكويت حصل في المباراة أي سوء رياضيا أبدا. تنتهي المباراة مثل ما تبدأ بالتحية والسلام، تنتهي بالتحية والسلام والنتيجة لحد الفريقين. وطبعا شيء هذه الإعادة الريسي طبعا بيحاول إن هو يصيب الكرة ما كان قصده يجيب السلام من سمير بالسلامة الحمد لله بالسلامة. سمير باقي نص ساعة ومضى ربع ساعة من زمن الشوط الأولاني. كرة اللعب لعبت حصلها غانم رايح للريسي توصل إلى نعيم، ونعيم يغوش يلعبها توصل للطيب، طيب يلعبها للصديق تنتظر واحد للريسي طيب يخطر حتى بالجول تحطها لهريسي الحقيقة. لهريسي فهد لهريسي لاعب جيد ولاعب متحرك دائما من جهة يمين وجهة يسار. فهد لهريسي شوف يا عبد يحطها من برا ضربة مرمى. أول وصول لمنطقة 18 ثاني وصول لمنطقة 18 في لعبة خطرة لمنتخب السعودية. مضى حوالي ربع ساعة و9 دقيقة وباقي 29 وصفر لحد الآن. السعودية والكويت في كأس آسيا. طبعا المباراة تقام في النادي الأهلي القطري. عادل عباس محبوب جمعة كرة مع محبوب يلعبها لعادل عباس، وعادل كرة معه بيحاول يمر عادل يلعبها ناحية اليسار قريبة إلى وليد جاسم يلعبها لصلاح العساوي. عساوي هي مرة ثالثة تصير في نص الملعب ناحية الهاجم يحاول يمر نص عساوي هي الناس يلعبها في نص الملعب توصل مرة ثانية اللعب وهجمة لمنتخب السعودية العكسية توصل في اللعب ناحية اليمين إلى الهريفي يلعبها لكن في أوفسايد في أوفسايد في تسلل. ماجد عبد الله اللي بيحاول يمر يقع في مكان التسلل. طبعا لاحظ منتخب السعودية واضح تسعة ماجد عبد الله في اللعب ناحية اليمين إلى نعيم. غانم يلعبها وصل الحساوي ياخذها. صالح المطلق يلعبها ناحية اليمين إلى عبد الله صالح يمر يلعبها طويلة قدام ناحية ماجد الكرة معاه يحاول يمر يحصلها ماجد والجول جول. دفعة من ماجد عبد الله ماجد عبد الله إلى محبوب جمعة والحكم تصفر وبعطي إشارة إنما كرة ملعوبة. شوفوا الإعادة ماجد عبد الله ياخذ معاه محبوب جمعة بدفعة والحكم قريب قلت الحكم فرق تحية أيضا مشيل بترو صاحي وقريب من الكرة وقراره يكون سليم جدا. ثاني السبعة مجموعة عشية مرتدة لمنتخب السعودية اللي بدأ يتحرك الآن. شايف أنا بدأ يضغط 13 لاعب حمد علي جواد يبعدها محبوب توصل إلى أحمد جميل الشوط تضرب في عنبر تطلع كرة برا الملعب. رامي السمع محمد علي جواد بيلعبها حساوي كرة مع الحساوي يحاول يمر الحساوي طلعها من ناحية الجمعان وصل مرة ثانية من ناحية الجمعان يلعبها في النص لماجد عبد الله ياخذها محفوظ وماجد كرة بالاثنين صالح المطلق ياخذها محفوظ في كفارة فاول. انذار لمنصور باشا في بداية المباراة. هذا منصور باشا ياخذ انذار فاول وخطأ على منصور باشا.
راح يلعبها احمد جميل، طويلة اللعب وسمير سعيد بيشيلها سهلة جدا، بيلعبها طويلة على طول ما بين عشاوي واحمد جميل، لعبها براسه في النص وصل الى صالح المطلق ناحية اليمين الى عبد الله صالح لحارس مرمى عبد الله دعيح. عبد الله دعيح، محمد عبد الجواد، كرة في النص، احمد جميل سعودية طويل يلعبها مرة ثانية كرة قريبة لمحمود جمعة في منتصف الملعب، محمود يلعبها ناحية توصل لأحمد جميل، يتقدم أحمد جميل كرة معاه ياخذها منا منصور باشا، توصل في اللعب ناحية عنبر والكرة بيشيلها صالح النعيمة والهاجري بيشيل بتطيح من عارف المرمى مع انها كرة سهلة جدا. كورنر واضح ميدل بريرا واحتياطي منتخب الصوت الوطني وآل سليمان المساوي وآل الحجي. كارت اصفر لاحمد جميل، ايضا كارت اصفر انذار لاحمد جميل. كورنر لعبة كورنر كارلوس روبرتو، راحت الحسابات لكارلوس المدرب المحبوب الحقيقة. كارلوس روبرتو في المنطقة من المدربين اللي تلعب معاه حقيقة ورقة الرابعة في الحرب دائما، لكن منتخب الصوت الوطني ان شاء الله يا كارلوس منتخب الصوت الوطني. كرة اللعب توصل ناحية اليمين، كرة قريبة إلى بالصبيح، يلعبها طويلة قدام ما بين راح العشاوي وعنبر سعيد، لكن أقرب لها وفي صفارة فاول على أحمد جميل، فاول حكم جيد سيف يعتبر من أحسن الحكام موجودين في الدورة خبرة وحقيقة، حكم في كأس الأمم الأوروبية، حكم في كأس الخليج أيضا في البحرين موجود. عادل نفذ الفاول عادل عباس، رمى تضرب كلمة أحد لاعب منتخب العربية السعودية ويرجع تروح كرة فوز برا الملعب. 23 الوقت المتبقي من زمن الشوط الأول من المباراة بين السعودية والكويت لحد الآن 0-0، مباراة متكافئة بين الفريقين، أثر فيها من المنتخب الوطني هجوما، هجمات أثر فيها المنتخب السعودية، يبقى التعادل 0-0. كرة اللعب توصل إلى ريفل يلعبها توصل لمحبوب، يلعب محبوب لكن في رايه في تسلل سرعه غانم ايضا عشاوي الرجوع هاجري وعشاوي سرعه وجاوي لما تصيد محمد عبد الجواد تسلل صوت محمد عبد الجواد. كرة اللعب طويله قدام عاليه ناحيه عبد الله صالح، كرة مشتركه وماجد مشترك، توصل مرة ثانية ناحية اليمين قريبة إلى الهيثي، كرة مع الهيثي بيحاول يمر الهيثي يعرض الملعب يلعبها لكن كورنر لمنتخب العربية السعودية. كرة اللعب توصل كبير يحط له فيه اوفر عشان مرة ثانية.
كورنر المرة الثانية كورنر. فايز جانب من الجمهور السعودي من وجود الحقيقة استاذ محمد بن خليل بالنادي الاهلي. شوط اللعب كورنر يبعدها دفاع منتخب الكويت الوطني مبارك مرزوق ياخذها براسه. وراني السمع حقيقة مباراة فيها حدث كبير جدا. وطبعا في بطولات مثل هذه توصل الى ريسي يلعبها كرة في نصف الملعب وتوصل الى وليد جاسم يلعبها ناحية عنبر سعيد ياخذها احمد جميل. توصل لوليد جاسم مرة ثانية في نصف الملعب كرة مشتركة ويحصلها سويد. كرة مع سويد يحاول يمر سويد يلعبها لكن ياخذها عادل عباس يلعبها عادل عباس نفسه يهديها عادل عباس. محفوظ جمعة نعيم سعد نعيم إلى محفوظ. مضى 25 بعد 20 من زمن الشوط والتعادل لحد القائم. فرصة اللعب توصل في نصف الملعب ناحية الريسي. كرة في نصف الملعب لماجد يلعبها إلى صالح فهد الفديح. فديح يلعبها ناحية محمد علي جواد. محمد علي جواد إذا انتلها كرة توصل سهلة أكيد سمير سعيد. اللعب نعيم كرة مع نعيم طويلة قدام نعيم يلعبها أحمد جميل. صلح الحساوي هيا شوف غانم ثم مرة ثانية يلا صلح مرة غانم يعجبني لك توصل هذه توصل يحصلها أحمد جميل ويلعبها طويلة توصل إلى محبوب ومحبوب يتابعها عادل وعادل ياخذها وعادل ومحبوب. منتخب الكويت الوطني لاعب بطريقة هجومية فيها فورس فيها فايتنج بالفعل وفيها أيضا رقابة جيدة لماجد و ليش الجمعان كنت يلعب مع وليد جاسم يصير باشا. صور باشا بيلعبها تروح توصل الى الهريسي. كرة مع الهريسي واضح دقيقة الوقت متبقي تعدي في ناحية اليمين ياخذها عادل. كرة مشتركة لكن في راية طيب حكيم براغب الحق ظاهر بيحط على عبد الله صالح هذا السعودي بالفعل حاول يلعبها لحارس مرمى سمير سعيد. شوف لحد الان هادئ وفيه في نوع من الخط لكن في اجتناب في تحدي وحدث شديد جدا. في كرة مع منصور بعد منصور الى نعيم ونعيم كرة معاه يلعبها الى بارك مرجوع عادل عباس وعادل لعبها ناحية الحساوي اللي يهرب من الوصل الى الهاجمي يعدي الهاجمي كرة مع الهاجمي يحاول يمر لكن بطل منه ضربة بالفعل مكان الهاجمي صالح الحساوي وعنبر سعيد. وبالتالي الهاجمي بيحاول انه يسحب له كرة داخل منطقة 18 مكان الدفاعية. عبد الله دعية عارف في مرمى سمير سعيد صورة صاد الكاميرا وفي اللعب توصل إلى عبد الله دعية مرة ثانية محمد عبد الجواد عبد الله دعية ورعب لعب برازيلي مدربين برازيليين وطريقة كارلوس نحو يهدي الشوط الاولاني عشان معلومات الخاصة عن كارلوس البركو. منتخب الكويت يحاول انه يضغط باعتبار انه يسجل هدف بس اللعب توصل بين عادل وماجد لكن سمير سعيد بيشيلها يلا توصل لماجد عبد الله. طبعا مركز الخطورة في الفريق السعودي ماجد عبد الله تحركه يحاول انه ياخذ الاماكن حتى يفتح الهريسي او صالح المطلق. في حد الان صاحب دفاع منتخب الكويت الوطني توصل معه
كرة عند نعيم. نعيم يلعبها طويلة قدام توصل لعبد الله جعير عارف المرمى على طول لمحمد عبد الجواد، يلعبها من حيث الجمعان في نص الملعب الى الصبيح، الصبيح لعبد الله صالح، عبد الله صالح لعبها ناحية يمين الهريسي، قال يروح الهريسي كرة معاه، الهريسي بينزلها لكن بيقطعها عادل عباس، اللي يشوف كرة ثانية توصل تطلع برا الملعب. هذا عبد الله صالح نادي الاتفاق، عبد الله صالح ذاك الايمن مواليد 69 20 مباراة دولية لاعب عبد الله صالح، هذا جاري من الجمهور ايضا سعودي كبير جدا، يحمل ايضا الاعلام يلعب على الملك وكل جمهور نفتح في مباريات، والمباراة السعودية والكويت دائما هي تعتبر مسابقة بطولة وحساس جدا. و كرة اللعب إلى نعيم إلى وليد، الربع ساعة الأخيرة والصفر صفر لحد الآن، الشوط الأولاني وليد عادل عباس لعبها طويلة عادل كده حمد الجواد العشاوي طرباشة غانم بيلعبها في العرضية وعنبر سعيد، هي العشاوي كرة معاه من العشاوي اول لمسة هذه ما عليه العشاوي ما عليه صالح ما عليه العشاوي، كرة هي عنبر سعيد هي انما بطول شوية بعيدة عن العشاوي ما تهيت، العشاوي قريبة لكن عنبر لا مكان سليم جدا بعد ما لعب الغانم لعبت ناحية مرة من فوق الى محبوب علي محبوب يلعبها محبوب نفس العشاوي نوت توصل عنبر كلها تطاوع بالسلامة عنبر سعيد ايضا يلعب رابط المصاب عنبر سعيد ظهر انه مشترك مع عبد الله تعيع وبالسلامة على عبد الله يدوم وصوت عنبر سعيد ايضا لاعب ايضا مصابة. سلامات طبعا 20 لاعب في كل منتخب وطني وكثير في بعض الاحيان بتحصل اصابات قد تكون عاطمي سعيد بالصورة مخرج ما اجازه الظاهر بسمير سعيد يعني لك وهو يتكلم مع اخوان المصورين الصحافه وبالسلامه دقيق معي عنبر سعيد عملها لازم ودقيق بالسلامه بيطاول الوقت المتبقي حوالي الوقت الاصلي 13 دقيقه، والجمهور في الفريقين او للفريقين ما هذا لحد الان المباراة طبعا منقلة في الإذاعة والتلفزيون اللي كان عن الإذاعة أيضا مباراة تعتبر مباراة لحد الآن هي المباراة رقم 19 بين المنتخبين الوطنيين على منتخب وطني، لكن أيضا اللقاءات عسكرية سبق التغيير لقاءات عسكرية، لكن هذا اللقاء الوطني على مستوى المنتخبات وتلعب توصل في نصف إلى صالح المطلق لعبها ناحية ماجد لكن كلا محبوب توصل أقرب لوليد حجاز هي وليد نفسه بيلعبها يطلعها المدافع السعودية واللاعب السعودي دار الملعب أو فريم السمع. كرة اللعب كده عادل توصل إلى خطرة ما المرمى سرعة ماجد يصلحها إنما توصل أغرب مرة ثانية سويد كان أغرب لها الحقيقة محمد سويد، وكرة اللعب توصل خاطرة الحقيقة بين ماجد وسويد بعد ما لعب الهريفي الحقيقة باصاته بالفعل تمريراته الهريفي تمريرات جيدة وممتازة وتكون في المكان المناسب. لعبت لمحبوب عادل عباس عادل وليد
وليد في نصف الملعب الى باشا، منصور باشا الى وليد النص، غانم نعيم، لكن يشيلها محمد عبد الجواد، توصل لماجد ياخذ لها ريفي، لعبها في نص سويد، كره مشتركه وتصلح الى ماجد عبد الله وعادل عباس، وبيشيلها عادل مره ثانيه الى سويد، محمد سويد يلعبها لكن برافو سمير بيرمي نفسه عليها، خذها سمير، وماجد كان بيتحفز لها وقريب من كره لعبها محمد سويد، ياخذها سمير لعبها ناحيه يسار الى وليد الزاد. وليد طبعا كل مجموعه سيصل الاول والثاني، وكل فريق يحاول انه يكون من حق الوصول للسيمي فاينل، بس اللاعب توصل الى حيث جمعان، حيث يلعبها مره ثانيه الى ماجد، لكن الكره مشتركه توصل ناحيه اليمين، ملعوبه وخطره توصل هجمه، لكن بتطلع وخطره وبشوت هي نفسها مره ثانيه وبتطلع وبشوت، لكن سهله كره حلوه الحقيقه، كره ملعوبه ما بين سويد، وهذا سويد واضح الى ريفي، يحاولوا يلعبون كرات قصيره وسهله ارضيه على اعتبار عادل عباس. اخر 10 دقائق نروح ناخذ زمن يطلع ولا يثبت لحد الان، كره مع محفوظ ناصر الغانم يلعبها لوليد جاسم مبارك مردود، وليد جاسم لكن اغرب لها عبد الله صالح، تطلع كره برا الملعب. في لقاء اخر بعد هذا اللقاء هام جدا بين قطر والامارات، كره اللاعب الى الهريفي، كره مع الهريفي يمر الهريفي، كره مع عادل يلعبها لمال اوفسايد تسلل سيد حكيم، كان سيد فعلا رفعته الرايه، واللاعب الغانم على كل حساوي، كره معه نوت لكن ياخذها عادل ياخذها عبد الله دعيع مره ثانيه ناحيه محمد عبد الجواد الى صبيح جمعان، حاول لعب سلمي غانم الحكم كان افضل بعد ايضا حكم بالفعل جيد وجديد. المحصول الرئيسيه طبعا جانب من المحصول الرئيسيه في استاذ محمد بن خليفه، يوسف سليان في الاحتياط، واتوقع انا في هذه المباراه المدرب لم يجد يوسف سليان، لكن اتوقع يوسف سليان لاعب السعوديه، كره اللاعب توصل ناحيه اليمين لعبها ماجد لكن ياخذها كبير، على اعتبار مشاهدتي المباراه انه الفريق السعودي يحاول انه هو يلعب يمتص المنتخب الكويتي، المنتخب الكويتي قادر يضغط قادر يوصل، لكن لحد الان ما في اي كره خطره، باقي حوالي 8 دقائق، الفريق السعودي لحد الان بيهاجم بهجمات قويه جدا، على اعتبار هل تفكير من قوسين كارلوس البرتو مدرب البرازيلي الغبير انه يكون الشوط الثاني ويغير مجرى اللعب ويستفيد من جازع لعب خط او اثنيان، واتوقع ما راح يلعب جازع، لاعب اثنيان على اعتبار يمر من ناحيه وليد جاسم ويدخل الجناح الايمن، طبعا هذا اتوقعه، واتوقع انه ممكن يحصل تتوقع للمباراه ناحيه اليمين توصل عبد الله صالح، يلعبها ناحيه ماجد عبد الله، مع ماجد يحاول يمر ماجد، مع ماجد تروح منه، ماجد ياخذها محبوب يلعبها لعنبر، لكن في فاول على احمد جميل، وعنبر سعيد بالسلامه، وطبعا عنبر يلعب هذه المباراه وهو بالسلامات ان شاء الله، بالسلامات. هذا نزع على ايده عنبر، نزع على ايده عنبر من اللاعبين الحقيقه الاوفياء اللي خذوا ثوابهم جيد يا عنبر. محبوب يثبت الكره وباقي حوالي 6 دقائق نقطه من زمن الشوط الاولاني، والتعادل 0-0 لحد الان. عادل عباس كره عاليه
عند عيه يشيلها بعيه عصاوي بنفس معاه فاول 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 السعودي كرة اللعب توصل برا الملعب رمي تم للمنتخب السعودي. كرة اللعب توصل اقرب مع مهريتي لكن في عرقله عادي عباس مهريتي. طبعا مهريتي واحد من اللاعبين جيدين جدا. الفريق السعودي لاعب النص واحتياطي الفريق السعودي من اللاعبين جيدين ايضا في الاحتياط يوسف جازع يوسف نيان سعد الدوسري وسعد مبارك وحسين البيشي من اللاعبين ايضا. فرصة اللعب توصل في عرض الملعب كبير بيشيلها غانم ويطلعها عنبر برا الملعب اوت. بينما احتياطي المنتخب يشوف وطن ايضا احمد لميل وآل سليمان الحبشي وطارق سالم وصالح الرفاعي ونواف الزيد ايضا هم احتياطي. صوت اللعب أربع دقائق وتمر المباراة لحد الآن بأعصاب هادئة وتمريرات سليمة بين الفريقين وتحكم بين الفريقين لحد الآن دون أن تحدث أي مفاجأة في المباراة، دون أن تحدث أي عوامل للحظ تساعد المهاجمين. هجمة توصل في صار الحديدة يجي الحكم يحاول أنه أيضا يربط المباراة، لكن حاب أطمن أن المباراة السعودية تبدأ المباراة النظيفة تنتهي نتيجة لأحد الفريقين، لكن تنتهي بشيء بس لا توصل إلى الغانم. غانم يلعبها لو صايد تأخر فيها معين تأخر الحكم كلمة يقول لك فصرت خلاص بدأ بالفرنسي انه يفهم وتعرف كلام الحين ونصور لك طبعا لغة كرة القدم ترى لغة معروف في كل انحاء العالم الصفارة والإشارة كرة اللعب توصل في النص يلعبها صالح المطلق توصل مرة ثانية إلى نعيمة والنعيمة بيلعبها لكن قريبة ياخذها عادل عباس وماجد عباس كرة مع بعض ماجد فاول هلا عادل عباس بعد يحاول يعدي ماجد عبد الله مهاراته الحوزة عالية جدا في المرور والمراوغة سليمة لقادة الفريق. فاول عبد الله صالح في بداية الثلاث الأخيرة من زمن الشوط الأولاني. اللعب مروا توصل خطرة مرة ثانية كرة مشتركة لكن فيها صفارة يفاول في لمسة يد يساوي حتى المباراة في لمسة يد على أحد مدافعي مهاجم المنتخب السعودي يساوي. كرة اللعب الشيء الأخيرتين من زمن الشوط واصلة في الشوط الأولاني تعادل لحد الآن بدون أداء 0-0 كويت والسعودية. كرة مع الغانم بارك مرقس دارك سويد وتوصل مرة ثانية في اللعب ماهر وليد جاسم كرة إلى فهد الصديح محمد عبد الجواد يلعبها محبوب تطلع برا الملعب. طبعا لما يقول سويد هو طبعا محمد سويد وليس سويد لاعب الكويت، محمد سويد اللي هو لاعب السعوديه يعني نتكلم عن الاخوان الفرديين في الاذاعه لانه راح يساعدون في الساعه لاعب استاد دور كانت قويه واخر فيديو كويس بس اللعب توصل لعادي يلعبها الى سمير
سمير سعيد الى محبوب، وليد جاسم، وليد كرة مع وليد، تقدم وليد، ماهد الحساوي في تغطية من احمد جميل، كرة مع الحساوي لعبها لمبارك مرزوق، مبارك يعليها في عرض الملعب، اوفسايد اوفسايد، عنبر والهاجري والاسنان، ما قصرت لا العضو محمد عبد جواد الى احمد جميل لحارسه بلد عيد. الدقيقة الأخيرة من الوقت الأخير من زمن الشوط الأولاني، والنتيجة التعادل قام لحد الآن بدون أهداف 0-0 بين الفريقين السعودية والكويت في كأس آسيا. ترى شوف يفاول على ماجد عبد الله. محبوب، وليد جاسم، كرة اللعب توصل أقرب كويس، يلعبها في نص الملعب إلى حسن جمعان، حسن لعبها إلى ماجد، أوفسايد أوفسايد، لعبها لماجد أوفسايد. هذا مبارك مرزوق محيصر، شوف التحية بين الفريقين واللاعبين الاثنين، مثلا تخيل نفس الكلام. هذه الفوق العالية تحت يمين توصل إلى نعيم، كرة مع نعيم لعبها لغانم، غانم يلعبها ناحية العساوي وعنبر في حارس مرمى وفي وعنبر مع مرة ثانية يلعبها أرض الملعب، لكن توصل الكرة وعنبر سعيد بيصيبها من أيضا عبد الله دعيع، لكن بطول الكرة ما في أحد غير من عنبر سعيد ولا وليد جاسم مرة ثانية، وليد يعليها وليد ناحية العساوي، توصل غانم لكن ياخذها محمد عبد الجواد، توصل إلى نعيم هاتخل يلعبها لكن تنقطع، توصل إلى مبارك مرزوق ووليد جاسم، يشاور للغانم يلعبها ناحية العساوي لكن ياخذها جميل، وتوصل كرة في نص الملعب أقرب مرة ثانية إلى وليد جاسم، ووليد في النص، مبارك مرزوق لعبها عساوي شوت لكن سهلة جدا، الحارس مرة ثانية بلد عيع أيضا شايف ساعة خلاص، بلد عيع أيضا طاير في أرض الملعب. الظاهر إنه لما اشترك مع معين سعد وهذا نشر ذكره الحكم الفرنسي، إصابة عبد الله دعيع إن شاء الله سلامات، إن شاء الله سلامات عبد الله دعيع. تسبق طبعا حارس المرمى يوقف اللاعب شيء مؤكد، لكن أعتقد إنه باقي هو حتى المباراة اللي كذا في نهاية المباراة، المباراة مثل ما قلت، وأتوقع أنه سيجري كارلوس وإدارته الشوط الثاني التغيير المناسب، لأنه واضح الفريق السعودي أنه بيلعب في الشوط الأولاني حتى يمتص منتخب الكويت الوطني، وطبعا راح نشوف أيضا منتخب الكويت الوطني لياقته البدنية عالية جدا، وما أتوقع أنه تفوت أيضا على ميغيل بيريرا هذه الأمور، لكن هنا تتميز خطة المدربين والتفكير في تشكيل الفريق، وقد يكون بديل ناجح يلعب 10 فيديوهات يكسب المباراة، وهذا طبعا ما حصل في كأس الخليج الدور لما لعب مؤيد الحداد امام الامارات في كأس الخليج في الدورة الثامنة، لعب الشوط الثاني 25 دقيقة سجل هذه المباراة وحقق البطولة لمنتخب الكويت الوطني. فيعتبر بعض اللاعبين كونهم على الدك برة بدلاء لكن يعتبرون اساسيين ضمن 11 داخل الملعب في تنفيذ وتشكيل خطة. عبد الله دعيع بالسلامة قام الحمد لله، كان عبد الله دعيع وحكم المباراة ميشيل ذكره الفرنسي يعطي قراره وتطالع ساعته، والنعيم راح ينفذ ضربة المرمى ينفذها، تصل غانم شوط غانم وبشوط الغانم وتطلع كرة وين برا الملعب. أو طبعا الغانم من اللاعبين اللي صاد له هدف في ديسمبر الماضي في الكويت لما كان أيضا المباراة بلد أيضا ما زال بيحمل صفر ضربة حرة غير واسعة ناصر الغانم، لأن سلوك ناصر الغانم ضربة حرة غير واسعة. أكيد ناصر الغانم قاعد يتكلم مع حكم المباراة، حتى مع حكم المباراة ناصر الغانم، لأن على اعتبار حكم المباراة طبعا هو صاحب القرار النهائي، وقد يكون تعرض نفسه إلى
كرت او يمكن يتعرض كرت احمر، كرت نوعين احمر واصفر، وبالتالي حكم يحدد ضربه حره مباشره غير مباشره على ناصر غامدي في اللعب. صفر الحكم وراه يسوي الفكري، معلن نهايه الشوط الاولاني بتعادل الاتحاد السعوديه والكويت بنتيجه 0-0 بين الفريقين. سيداتي ارساتي سادتي في تلفزيون الكويت، استراحه قصيره واعود معكم والى اللقاء. اما اعزائي 15 بديل. من هو 15؟ 15 الفريق السعودي اللي لعب يوسف ثنيان. يوسف ثنيان مثل ما توقعت لكم قبل نهايه الشوط الاولاني ان كارلوس البرتو، واحد جايين لك والله ما قال طبعا معقوله كارلوس البرتو مدرب المنتخب السعودي يقول لي انا طبعا هذا شيء غير معقول، لكن توقعت حقيقه كارلوس البرتو انه بالفعل حصل يوسف ثنيان. يوسف ثنيان كان بيغيب عن المنتخب السعودي موسمين كاملين. الفريق السعودي اللي امسكه كارلوس في هذا الموسم واللي عمل معسكر في البرتغال وايضا اشترك في بطوله اللي هي البطوله اللي في الارجنتين، ولعب مباراه تجريبيه. المنتخب السعودي تعادل مع مصر وتعادل مع انجلترا 1-1، وبدا حتى المباراه الشوط الثاني يوسف ثنيان هو اللي نزل فيه وطلع اللاعب محمد سويد. محمد سويد تنتظر الكره لعبت توصل دخل كيس ما في تغيير ابدا. منصور باشا يلعبها لصلاح العساوي ناحيه اليمين لنعيم، كره معاه في اللعب توصل يبعدها جميل، كره الغانم يحصلها حيث جمعان، كره مشتركه محيسن لعبها الهريفي، والهريفي كره معاه بيلعبها ناحيه اليسار الى محيسن، محيسن الهريفي، وفي فاول على مبارك مرزوق. فاول على مبارك مرزوق وعلى ريفي طايح في ارض الملعب. بدايه الشوط الثاني الشوط الاولاني 0-0 والله دقيقه. تغيير الاولاني بدايه الشوط الثاني يوسف ثنيان بدل محمد سويد المنتخب السعودي، اللاعب محمد عبد الجواد. محمد بيلعبها وسمير وفي فاول، في ضربه حره غير مباشره وفي خطا طبعا تراث العاليه. هذا ميجيل بيريرا والركان توجيهات من خارج المكان المقرر. في اللعب الكره توصل الى منصور باشا. منصور كره ما عاد يحصلها، منصور يلعبها الى عادل عباس. عادل ينقلها قدام عادل ناحيه العساوي، سريعه العساوي تطلع كره برا الملعب. لعبت يوسف ثنيان يلعبها في النص توصل غريبه لكن في صفاره فاول على الهاجري، فاول على عبد العزيز الهاجري. كان ابن الجمهور الكويتي. بس اللعب توصل الى صالح المطلق ناحيه اليسار، فرغ يلعبها، لعبت دهريتي الى عبد الله صالح الى يوسف ثنيان. ثنيان بيلعبها ياخذها وليد جاسم، توصل مره ثانيه الى مبارك مرزوق، لعبها ناحيه عنبر سعيد واحمد جميل يلمها النعيمه وتوصل اقرب لحارس المرمى عبد الله دعيه. عبد الله دعيه ومحمد عبد الجواد، كره محمد عبد الجواد لعبها لعبد الله دعيه حارس. مرمى المنتخب السعودي. صالح النعيمه، عبد الله دعيه، محمد عبد الجواد،
يلعبها توصل الى محيسن جمعان. كرة من محيسن لعبها لماجد. ماجد يشيلها حارس المرمى. ويشيلها حارس المرمى سمير سعيد. وملعوب المحيسن لماجد عبد الله. وشايف الاجزاء اعتبار ان الكرة فيها خطأ عجز ما في شيء ابدا. كرة اللعب توصل اغرب نبيل حساوي واحمد جميل. في اللعب عمر سعيد واحمد جميل لعبها لحارس مرمى عبد الله دعية. شوف الاعادة كل من المحيسن لماجد. كرة مشتركة بين الاثنين. تكون اللعب طويلة قدام لعبها جميل تشيلها عادل عباس. لعبت للحساوي طبعا تتابع عشان افضل. كرة مع الهاجم ياخذها عبد الله صالح تطلع برا مع ضربة مرمى. طبعا لازم الشوط الثاني سيكون شوط اخر. ده من الجمهور الكويتي. هذا عبد الله دعية وظاهر عبد الله دعية يشرب مصاب. الامر الطبيعي انه يجري التغيير. عبد الله دعية شايف انا حبيبه يلعب وهو مصاب. ومنتخب الكويت الوطني يستقل. لكن شايف انا راح يكون في تغيير جانب من الجماهير الكويتية ايضا حتى المباراة. كارلوس روبرتو بيهيئ الحارس البديل. اللي راح يلعب خالد الصبياني 22. هذا علي داوود مدير الكرة. وخالد الصبياني يلعب بدل عبد الله دعية. وتغيير ثاني طبعا اصبح هذا نسمي التغيير الاجباري اللي طبعا يقول عن ان المدرب يخسر بديل وخسر بديل اعتبار ان في اصابه لحارس المرمى عبد الله دعية. وبالتالي ينزل خالد الصبياني. عبد الله دعية. سبع دقائق مضى من الوقت الشوط الثاني والتعادل لحد الان القائم. صفر في اللعب. رمي التماس وليد الجاسم الى الهاجري. يطاول على عبد الله صالح. لعبت مبارك مرزوق. طلع مبارك طلع مرمى وبيصيد حارس مرمى. حلوه بشوط مبارك مرزوق بيصيد حارس مرمى خالد الصبياني. واللعبه توصل مره ثانيه الى محفوظ جمعه. محفوظ يلعبها ناحيه اليمين. كره مشتركه توصل اقرب الى محيسن جمعان اللي بين جهه يسار محيسن جمعان يطلعها منه محفوظ. تطلع كره برا الملعب. رمي التماس اللعب سريعه توصل الى محيسن جمعان مره ثانيه. كره في نصف الملعب مشتركه في فاول. لاحظ فريق السعودي في كل نفس الشوط الاولاني كان بيلعب بالفعل بيحاول ان هو يلعب بطريقه دفاعيه ويمتص منتخب الكويت. والان بدا المنتخب السعودي هو اللي يكثف الهجمات في الجهه اليسرى مع لعب ايضا يوسف نيان بدل محمد السويد. وفي فاول للمنتخب السعودي. فاول محمد عبد الجواد. ينفذ محمد
علي جواد يشيلها محبوب المرة الثانية ناحية محسن كرة في عرض الملعب يشيلها محبوب وبيطلعها برا الملعب كورنر برا الملعب كورنر حلوة حلوة ملعوبة الحديدة ناحية لازم محبوب جمعة بيشيلها محبوب محبوب لعبها برا كورنر هتطلع في الكورنر بيتي وشيلها برك مرزوق وتوصل لكن في الصايد تسلم ترى مع محبوب جمعة ويلعبها ناحية عادل عباس عادل 0-0 لحد الان مضى حوالي 10 دقائق في الشوط الثاني وراس الاصلي شوط اللعب ناحيه محبوب جمعه مره ثانيه في الدفاع محبوب يلعبها طويله قدام محمد عبد الجواد يتركها رمي تماس للمنتخب السعودي محمد عبد الجواد صالح المطلق الى عبد الله صالح عبد الله صالح الى يوسف ثنيان لريفي هو اللي بيحصلها ريفي لريفي بيمر وفي فاول لريفي مهاراته بيبقى معايا فهد لريفي في فاول المنتخب السعودي يد اليمين ربيت الهريفي فهد بيلعبها يبعدها عادل عباس وبتعدي من الصبيح وكرة يحصلها مرة ثانية قريبة محمد عبد الجواد والهريفي وعادل عباس كرة مشتركة لكن في راية الهريفي في موقف تسلل الهريفي في موقف تسلل 0-0 وبدأ منتخب السعودي الشوط الثاني هو اللي يضغط الآن على منتخب الكويت الوطني. طبعا منتخب الكويت الوطني ضغط الشوط الأولاني ما استفاد ما يشوف فرصة سجل منها هدف. الفريق السعودي هو اللي بيحاول الآن جهة اليمين توصل بنعيم تطلع برا الملعب أو ترمي تماس. المنتخب السعودي محمد عبد الجواد يلعبها جهة اليسار توصل قريبة إلى صالح المطلق لكن الكرة السعودية تروح منه توصل أغرب مرة ثانية كرة في النص إلى ناحية اليسار محيسن جمعان محيسن وتصلح إلى ريدي زيان بيده هدف زيان بيده هدف زيان شوف إعادة هذا حط إيده فيها شوف حط كتفه فيها يوسف زيان شوف طبعا عدت شوف استفاد منها استفاد من الذراع الايمن مراقب الخط الانجليزي ايضا كان قريب وصاحب سجل منها طبعا هدف لكن الكره كانت ايضا استفاد من ايده. اوت فاول اعاده وميشيل فيترو حكم الفرنسي ثلاث ساعات مضى من زمن الشوط الثاني من المباراه والتعادل غامض لحد الان 0-0 بين الفريقين. هذا خالد سلياني حارس البديل وصل ناحيه عنبر سعيد كره معاه بيحاول يمر ياخذها للصبيح صالح النعيمه بطوله قدام تطلع كره برا الملعب وترمي تماس لمنتخب الكويت الوطني. رمي تماس وليد الجاسم سياسي منتخب السعودي في النص يفاول على فهد الريفي بارك مرجوز راح يسود هذا فهد الريفي خالد صبياني حارس المرمى وبارك مرجوز وبيشوت
منصور باشا سهله جدا في حارس المرمى خالد الصبياني. طويله على قدام ناحيه نيان، توصل لمبارك مرزوق ياخذها هاجري، توصل في النص اللعب ناحيه محمد عبد الجواد، احلى الغانم ويلعبها لمحيسن، لكن نعيم مره ثانيه لمصيبيح، كره في نص الملعب ناحيه محمد عبد الجواد، يلعبها اغرب لها محبوب، يلعبها في النص اغرب الى الهريسي، صلح في النص الى مبارك مرزوق، مره ثانيه الهريسي، كره مع الهريسي، زاد الهريسي ناحيه اليمين الى عبد الله صالح، عبد الله صالح ثم يلعبها ناحيه الهريسي، ومحبوب ترسل لحارس مرماه سمير سعيد. ربع ساعه مضى من زمن الشوط الثاني من المباراه، الوقت الاصلي وباقي نص ساعه والتعادل قام لحد الان 0-0 بين الفريقين. كره مع عادل يلعبها على طول ناحيه اليمين اغرب الى محبوب، ومحبوب يلعبها لسمير سعيد. سمير طويله قدام يلعبها بين الحساوي واحمد جميل، ياخذها براسه، توصل الهريسي وفاول على منصور باشا. فاول بدون بريرة مدرب، توصل لمحيسن جمعان، حصلها مرة ثانية محيسن وهيها وخطرت بشوط، لكن وين تروح ترى برا الملعب. صالح المطلق بعرف يشترك معاه، لحد الان التعادل قائم 0-0. يطلع ولا كان ضاغط منتخب الكويت الوطني في نفس المنطقه، الشوط الثاني بدا ضغط المنتخب السعودي لحد الان ما هو قادر اي فريق انه يسجل اي هدف. محمد عبد الجواد ياخذها راس صفر الى الهاجري، هاجري الى نعيم، ونعيم في العرض الى باشا، ومره ثانيه الهاجري باشا، والهاجري ناحيه اليمين واحمد جميل ترك معه، والهاجري يمر لكن في صفاره في فاول، فاول فاول نعيم سعد، رحنا في فاول. اللعب كرة في العرض حلوة ملعوبة، ناصر غانم على ساعة طويلة لكن بتمر كرة عرضية ممكن تسجلها أحد المهاجمين رمي تماسي منتخب الكويت الوطني وليد جاسم، لعبت لمنصور باشا وفي فاول على منصور باشا. صديق يلعبها نعيم، يلعبها الى خالد الصبياني، يرميها بيده صالح المطلق، محمد عبد الجواد سعوديه، صالح المطلق صديق محمد عبد الجواد يلعبها على الجواد، توصل اقرب الى محبوب، الغانم سمير، عادل عباس، اخر 27 دقيقة من زمن الشوط الثاني من المباراة، والتعادل قائم لحد الان سعودية وكويت 0-0. وليد الجاس كرة مع وليد، ياخذ الحساوي، حاول يمر، توصل اقرب مرة ثانية في اللعب لكن في صفارة في فاول على مبارك مرزوق. اللعب مع اتماج ياخذها محبوب، توصل اقرب الى منصور باشا اللي بيحاول يمر، تروح منه، صلح في النص لاحمد جميل، كرة مع احمد جميل ناحية اليمين، احمد جميل ينقلها مرة ثانية وتوصل، لكن بعد ما لعبها عبد الله صالح منتخب الكويت راح يغير، راح يجري تغيير منتخب الكويت الوطني. رفاعي صالح الرفاعي راح يلعب، صالح الرفاعي
كرة معه عادل. عادل الى سمير. سمير لعبها الى عادل عباس. لسمير. طويلة وعلى قدام يلعبها على طول احمد جميل وعنبر سعيد. والحساوي ناحية ينقلها على طول الى الغانم. الغانم لعبها ناحية نعيم سعد. برافو. نعيم كرة معه يلعب ناحية الهاجري. الهاجري كرة معه بيحاول يمر الهاجري. صنع الغانم كورنر. يلعب الغانم كورنر. مضى 20 باقي 25 من زمن الشوط وتعادل الغانم لحد الان بدون اهداف 0-0. فرص اللعب كذا ماجد اللي راجع ورا وتطلع رمي تماس لمنتخب الكويت الوطني. راية فاول. اللعب حساوي يلعبها توصل الى صيديح مرة ثانية. حيث جمعان ماجد عبد الله يطاول على محفوظ جمعان. ميشيل بترو حكم فرنسي بيدير هذا اللقاء. محمد عبد الجواد يلعبها طويلة وعلى قدام توصل إلى عادل عباس. كرة قريبة ناحية اليمين إلى الهريفي. والهريفي إلى محبوب. تعدي توصل مرة الهريفي. الهريفي بيوسف ميان يلعبها إلى عبد الله صالح. وتلعب ناحية الهريفي وبيشيلها سمير سعيد. سمير سعيد حارس ورا منتخب الكويت الوطني. وعادل عباس ما له نفس كثير لحد الان. احد المنتخبين لا الكويتي ولا السعودي. سمير كرة اللعب توصل. روح الكرة من النعيمة توصل الغانم. الغانم مرة ثانية إلى مبارك مرجوز يحاول يمر تنقطع وتوصل في النص للنعيمة يلعبها لماجد ياخذها محبوب. نعيم هو اللي ياخذها يمر. نعيم حصلها مرة ثانية محيس جمعان. محيس جمعان وهجمة المنتخب السعودي جيت يسار. محيسن مرة ثانية يلعبها لكن ياخذها محبوب. يلعبها بيطولها قدام تطلع كرة برا الملعب وترمي الثمن. كانت الهجمة خدها حجرة كارلوس البارتو. كارلوس في اللعب وماجد لكن تعدي من وليد جاسم اوت. رمي الثمن يوسف بنية. سعيد مريسي. كورنر لمنتخب العربية السعودية. مريسي راح يلعبها. نعيم يا سمير. محمد عبد الجواد راح ينفذها ولا مبارك مرزوق. اللعب سمير تروح منه وبيشيلها عنبر اللي راجع ورا. كرة مشتركة يشيلها دفاع السعودي
يلعبها ناحية ماجد سمير، برافو حلوة سمير سعيد. سمير سعيد يشيل الكرة العالية الحقيقة. نعم ماجد عبد الله لعبها مرة ثانية في نص الملعب إلى محبوب. هذا الدفاعي تنقطع ياخذ الفريق السعودي مرة ثانية في النص بالحسد جمعان. صالح المطلق كرة معاه فاضل على منصوبة. كرة اللعب مرة ثانية قريبة ناحية اليسار. كرة اللعب راحت ماجد عبد الله وبكيلة سمير يرميها جديدة على طول الغانم. مرات الوسط الصابع أحلى وكرة مع الغانم. غانم بيعدي مر الغانم كرة معاه والغانم لعبها ناحية الحساوي لم توصل في عنبر سعيد. وعنبر سعيد شايف لكن وين؟ شايف المسافة بعيدة جدا. في تغيير هذا صالح الرفاعي بدل عنبر سعيد. صالح الرفاعي بدل عنبر سعيد. واخر 20 دقيقة من زمن الشوط والفريق اللي بيصاد لهدف في هذه المباراة يجب نهوه يخرج فائز في المباراة اللي واضح فيها لحد الآن ما راحت أكثر من هدف. كرة اللعب ناحية اليسار قريبة ناحية الهاجري وأول تغيير لمنتخب الكويت. الرفاعي بدل عنبر سعيد. بيمر هاجري بيلعبها كرة في عرض الملعب راحت عكاوي لكن خالد الصبياني حارس مرمى لعبها تيجي على طول إلى فهد الهريتي. الهريتي لثنيان الهريتي وبعد برجل هو اللي أقرب لها ياخذها مبارك مرزوق وبيلعبها لعادل عباس. وعادل لعبها مرة ثانية إلى حارس مرماه سمير سعيد. سمير ومحبوب وطويلة قدام يلعبها على طول. رمي السماء صالح وصلاح. صلاح الحساوي صالح الرفاعي. الصلاح بينهم ان شاء الله. وكرة اللعب توصل في نص الملعب الى ماجد عبد الله والكرة مقطوعة توصل قريبة الى صالح النعيمة والنعيمة الى عبد الله صالح وعبد الله صالح يلعبها مرة ثانية في النص الى يوسف ثنيان. ثنيان بيحاول يمر يوسف ثنيان لكن بتروح الكرة منه. ثنيان ياخذها الغانم ويلعبها على طول للحساوي ياخذها صالح النعيمة. وفي فاول على صالح الرفاعي في إنذار. صالح الرفاعي هو الامثلة يدفع يعطي إنذار لصالح الرفاعي. آخر 7 دقائق المباراة 0-0 لحد الآن السعودية والكويت باستاد حمد بن خليفة في نادي الأهلي القطري نهائي كأس آسيا 5 ديسمبر. في اللعب توصل يبعدها وبيحصلها الرفاعي يلعبها ياخذها صالح المطلق ناحية اليمين. وليد جاسم ياخذها يوسف ثنيان كرة معاه في عرض الملعب يلعبها توصل لماجد لكن جايها ياخذها منصور باشا ويلعبها على طول توصل الى عبد الله صالح وصالح النعيمة والغانم كرة معاه. الغانم بتروح منها وتوصل مرة ثانية الى عادل عباس ينقل ناحية نعيم سعد تطلع كرة من نعيم سريعة برا الملعب. رمي سمع ربع ساعة الأخيرة من زمن الشوط الثاني. 0-0 لحد الآن. كرة اللعب توصل مرة ثانية وملعوب الحج جمعان وهجمة خطيرة ماجد عبد الله. اوفسايد. ماجد عبد الله حقيقة ساعدة الكرة ملعوبة لماجد مع محيسة جمعان وفي تسلل وفي الحكم ما يكلم فريق السعودي يعطي بيشاور لهم وفي اوفسايد
اللاعب راح يلعب. تسلل. كاميرا استاذ جميل والرفاعي. كرة اللعب توصل من طرف العطاوي ياخذها محمد علي جواد. كورنر بالفعل لعبها العطاوي تلمس محمد علي جواد. كورنر ربع ساعة الأخيرة من زمن الشوط الثاني من المباراة. اللعب كورنر بنحط بالراس سهلة برا الملعب. ايضا انا منتخب الكويت الظاهر راح يغير، راح يلعب طارق سالم الربع ساعة الأخيرة. طارق سالم راح يلعب طويلة اللعب قدام، كرة ملعوبة توصل إلى باشا لمبارك مرزوق تروح منه، توصل المنتخب السعودي في نص الملعب ياخذها محفوظ جمعة ويلعبها ناحية عبد العزيز الهاجري. كرة معاه بيعدي الهاجري، لعبها الرفاعي، لعبها لكن قريبة والرفاعي من حارس مرمى. حارس المرمى يغرب له خالد الصبياني. كرة اللعب لكن فكرتها جيدة هذه لاعبها، توصل ناحية اليسار محمد علي جواد. كرة معاه يحاول يمر يلعبها ناحية اليسار اقرب الى حسن جمعان. لعبها يفتحها محبوب اللي مراقب ماجد عبد الله، توصل الى الرفاعي تروح منها توصل الى مبارك مرزوق ياخذها محبوب يلعبها ناحية الى صلاح الحساوي. كرة مع صلاح، هي صلاح يشوط صلاح لكن سهلة وبعيدة من بعيد تروح الكرة برا الملعب اوت. رمية ضربة مرمى. فريق المباراة تسجل حاجة بين الجانبين، منتخب الكويت الوطني والمنتخب السعودي الشقيق. وبدأ الحقيقة الهجمات المتبادلة، المنتخب الكويت بدأ على أيضا يكثف هجوما على المنتخب السعودي. في اللعب خالد الصبياني لعبة كرة طويلة عالي قدام، رامي السماء اللعب هاجري اوت. رامي السماء عبد الله صالح يوسف ثنيان لعبها الهريسي لكن اقرب لها عادل عباس. جميل سعيد صفر واضح امامك. كرة اللعب طويلة وعالية قدام، كرة يشيلها النعيمة بيلعب الهريسي ياخذها وليد الجاسم. توصل كرة مشتركة يشيلها نعيم، لعبها الى عادل وعادل لعبها مرة ثانية تعدي وتوصل اقرب الى عبد الله صالح في النص. منصور باشا هاندبول لعب كثير. في اللعب توصل ناحية سمير وبطولة سمير سعيد. مبارك موجود الظاهر سولف انا اخذ له نفس. مبارك موجود، حكم بيوقف اللعب. مبارك سد صوت اللعب الهريسي فاول على الهاجري، الهريسي هذا طارق سالم
طارق سالم طبعا تحجر فيه لا كبر كبر الاعصاب. في فاول هريتي اللاعب فاول كرة صلح وشايف لكن بيحصلها ويشوف للفديح وين برا الملعب. المباراة سيكون اغرب لها واضح عن الجولة الاخيرة. التعادل هذا الحصاوي بالصورة سمير ضربة راح يلعب بارك مرزوق اللعب ناحية اليمين الآن نعيم ونعيم لسمير وسمير يسدد الكرة ويلعبها طويلة قدام توصل الهريتي يوسف ثنيان كرة معاه لعب الهريتي لكن ياخذها محبوب يطلعها من برا الملعب رمي سمع يوسف ثنيان لعبها الى عبد الله صالح مرة ثانية رمي تماسي المنتخب السعودي اللعبة يوسف ثنيان بيحاول يمر يلعبها ثنيان كان توصل فيه حارس مرمى كبير. طبعا الفريق السعودي لو لعب الكرات العالية يكون سمير سعيد طويل وايضا مهارات عالية في الكرات العالية ويصير في كرات صعدة رايحة لماجد عبد الله احمد جميل ومحبوب الى سمير. سمير سعيد وفي التأديات الأخيرة من المباراة وبدأت تاخذ طابع الهدوء كل فريق راح يحاول انه يتحفظ فيها وطارق سالم راح ينزل اللعب عادل لعبها لكن كرة ملعوبة الى مبارك مرزوق لعبها قدام الى صالح النعيم وطفل خالد الصبياني حارس المرمى في النص اللعب لهريتي لعبها ناحية اليمين الى عبد الله صالح ياخذها طلال العساوي يفاول على عبد الله صالح. منصور باشا راح يطلع منصور باشا راح ينزل طارق سالم في اخر 8 دقائق. هل يا ترى في هدف يصاد قبل شو المباراة؟ طبعا كلكم تعرفون المباراة لها ورقة التلفزيون وفي طاولة اللعب ولين جاسم يلعبها طويلة قدام حصلها طارق سالم يلعبها الصايد هاجري في موقع تسلم. طبعا التعادل في هذه الحالة يرتفع رصيد السعودية ل3 نقاط فوز على سوريا وتعادل ويرتفع رصيد الفوز ل نقطتين بدون اي هدف. السعودية لهم هدفين في مرمى طبعا نسبة اهداف يبقى الصين له 3 اهداف ولا نقطتين في مباراة واحدة ويبقى سوريا له شيء وفي مرمى 5 اهداف وتطلع ناحية اليمين توصل اقرب ليوسف ثنيان كرة مشتركة حصلها ثنيان وبيمر يلعب في عرض الملعب شيلها محبوب ويتصلح مرة ثانية وبيشيلها ايضا لعبت طارق سالم اللي تو نازل طارق سالم كرة معاه طارق بيلعبها الى غانم لعب الحساوي اللي توصل اقرب فريق السعودي ناحية اليسار حيث الجمعان في الدقائق الأخيرة وفي النص هريتي في اللعب على طول لاحظ ثنيان ياخذها الهاجري يلعبها ناحية صلاح الحساوي أحمد جميل ياخذها براسه يلعبها ناحية الفديح كرة معاه هو الغانم يفاول على ناصر الغانم.
كارلوس يوسف جفا ولنا كارلوس طبعا لعبت بطريقه لكن حد المباراه ما انتهت طبعا وكارلوس يعمل هدف واحنا متقدم ان شاء الله نجيب هدف وتدخل المباراه الهدف تعادل شوف اللعب توصل في ناحيه يمين عبد الله صالح وتوصل الهدف كره عاليه لكن ما فيها شيء كره توصل سمير بيشيلها الحيث رايح لها بعيد جمعان كونه حيث جمعان يلعبها بعيد جمعان ارضيه ويطلع برا الملعب العب يعادل على كفاره الحكم ولا عليه اشارته وبالتالي الحكم ما طلع ابدا ما طلع كفارته وبالتالي فرصه لماجد عبد الله ويشيلها سمير والخمس دقائق الاخيره من زمن الشوط وطبعا الفريق السعودي يحاول انه ياخذ نقطتين حتى يصل رصيد 4 نقاط ويامل انه يكون اول او ثاني المجموعه حتى يصل الدور السيمي فاينل. منتخب السعودي الوطني ايضا يامل ياخذ نقطتين وهذا نجيل جريرا المدرب البرازيلي وهذا كان مساعد معاه ايضا واداري الفريق اسد شقي وحسين عاشور مدير الفريق وبالتالي تبقى المباراه لحد الان الخمس دقائق الاخيره من زمن الشوط وصار المباراه تعادل الان 0-0 بين الفريقين. فريسي لعبه كره عاليه ماجد عبد الله ياخذها محفوظ يلعبها ناحيه اليمين رايح لها وليد جاسم وبيشيلها كره عاليه مشتركه ما بين الهريسي توصل في النص الى طارق سالم يحصلها الصيديح لعبها ناحيه يوسف ثنيان كره مع ثنيان بيلعبها كره مشتركه ويطلعها وليد جاسم برا الملعب اوت رميه تماس المنتخب السعودي. بدأ المنتخب السعودي يلعب ناحيه اليمين الى يوسف ثنيان يلعبها الهريسي ترجع لثنيان مره ثانيه اوفسايد طبعا المنتخب السعودي جرب حق اللعبات الكرات العاليه دائما اللي يلعبها لوب عاليه لكن يفعل عادل عباس ومحبوب السمير ايضا اجازته في انقاذ الكره وبالتالي بدا يجرب ناحيه يوسف ثنيان اللي بيحاول انه يمر كرات ارضيه ناحيه اليمين كره عاليه قريبه عن صلاح الحكاوي ياخذها عبد الله صالح السعوديه ياخذ الحكاوي كره مع الحكاوي يلعبها في نص ملعب الغانم يلعبها طارق سالم قدام ناحيه صالح الرفاعي ياخذها خالد الصبياني حارس المرمى محمد عبد الجواد. الفريق السعودي اللعب على طول والتعدي تطلع كره برا الملعب رمي الدقائق الاخيره الثلاث والوقت الاصلي من زمن الشوط الثاني المباراه والتعادل قائم 0-0 بين السعوديه والكويت وبيطلعها محبوب برا الملعب اوت. رمي السماك محمد عبد الجواد يلعبها وفي نصف الملعب توصل ملعوبه لكن في اوفسايد ماجد عبد الله يقع في منطقه التسلل و 0-0 لحد الان. كره اللعب توصل ناصر الغانم يلعبها لمحبوب لحارس مرمى خطره الله يا محبي كره يلعبها الحيده الى سمير اللي بيصيبها في اخر لحظه. كره اللعب توصل لهريسي كره مشتركه وتوصل يبعدها صالح النعيمه وناحيه اليسار اغرى يبعدها نعيم سعد محمد عبد الجواد اللعب من حيث جمعان في نصف الملعب للصيديح ياخذها محبوب وبيلعبها ياخذها احمد جميل كره مع بيحاول احمد جميل يلعبها الى يوسف ثنيان كره مع ثنيان يحاول يمر ثنيان وفي فاول يوسف ثنيان يحاول يمر الحديده وعادل عباس ايضا مشترك وفي فاول لصالح المنتخب السعودي وعادل عباس السلامه يرمى جردهم بالسلامه وكل فريق تم يتحقق التغيير والخطا الغريب في المنطقه الحساسه جدا في الدقائق الاخيره من زمن الشوط الثاني من المباراه وبالتالي حتى المباراه ميشيل بيترو ودقيقه 55 باقي الوقت وعادل عباس رايح في ارض الملعب. منتخب الكويت الوطني المباراه القادمه راح تكون يوم الخميس القادم راح يكون مع المنتخب السوري الشهير. باكر في لقاءين ويوم الاربعاء راحه والخميس عادل عباس يقوم بالسلامه. فاول تسجيل جيد نرجع
سعيد. وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي من زمن الشوط الثاني من المباراة، والتعادل 0-0 بين الفريقين. طارق ياخذ انذار، طارق بياخذ انذار. محمد عبد الجواد هو اللي راح ينفذها بالزاوية اليسرى. جواد هيجا ينفذ اللعبات الحرة بشكل جيد، هو او الهريفي. طبعا لابد يكون لاعب مهاراته عالية جدا في التنفيذ الكرة شايف الحيطة المعمولة وفكره بيعطي قراره. وعبد الجواد ينفذها، عبد الجواد تروح الكرة برا حلوة. محمد عبد الجواد بينفذها، لازم تطلع كرة برا الملعب، ضربة مرمى. إعادة للكرة. الوقت طبعا الآن خلاص انحكى المباراة، والفريق اللي بيجيب له هدف يحطب له هدف. الشوط الأولاني ضغط منتخب الكويت في المنتصف، وكان الهلال السعودي هو اللي ضغط الآن، وبالتالي لحد الآن 0-0 مصلحة تمثل أي كرة. هذه هي جول توصل إلى غانم محمد الجواد. كرة مع محمد الجواد لعبها طيب ناحية ماجد، ياخذها محبوب يلعبها براسه وتوصل للحداوي. كرة في نص الملعب للغانم ويلعبها، لكن أغرب لها عبد الله صالح. الكرة مع الهاجري بيمر بتروح منه توصل إلى طارق سالم. طارق سالم في النص توصل للهريفي، يلعب محيث الجمعان. محيث الكرة ما عاد يحاول يمر، محيث الجمعان كرة مشتركة، ومحيث الجمعان بيحاول ترف مع محبوب ومحيث وبيلعبها في عرض الملعب ياخذها مبارك مرزوق، لعبها لطارق سالم. طارق سالم لعبها مرة ثانية توصل إلى صالح الرفاعي والهاجري ناحية اليمين، والهاجري لعبها كرة عالية تروح وين برا الملعب. طبعا هذا الوقت الآن اللي بيحسب حتى المباراة بإصابة عبد الله دعيع، ولما تغير خالد الحجاني، لما أصيب أيضا بعض اللاعبين في داخل منتصف الملعب، وتبقى المباراة فيها التعادل. لنقول للفريقين هم دائما طبعا حبايب، ولنتيجة تنتهي أيضا حبايب يسعد في التعادل الكويت نقطتين والسعودية 3 نقاط لحد الآن ما صفر الحكم. خلي بالك الهدف يأتي بثواني حبيب الله الوهيمي الحربان. وطبعا الملعب انا لا اريد شيء ما شاهد امامي شاهدون قدامي هدف ان شاء الله لمنتخب الكويت الوطني. طبعا قد يكون هدف للمنتخب السعودي، والفريق اللي بيحاول يستغل فرص جيده هو اللي سينفذ الكره داخل المرمى، وكره توصل ناحيه يسار محمد عبد الجواد. لكن واضح ان المباراه اقرب لها الواضح مثل التعادل، وصراحه اذا اكثر من هدف. فالان تراجعت مش اغرب لها التعادل، وهذا حتى المباراه من ذكره الفرنسي في طالع ساعته بيلعبوا في رايه والتعادل اقرب الى هذه المباراه اللي بيلتقي فيها المره 19 منتخبي السعوديه والكويت، والمره الثانيه في كاس اسيا، حيث في سنغافوره استغل الفريق السعودي 1-0، بينما في رقم 19 في المباراه التعادل لحد الان لعب ناحيه يسار الى حيث جمع الهجمه الاخيره للمنتخب السعودي، حيث جمع تفاوض على نعيم سعد وتنبت عليه في الخطه الجميله واللعبه على طول توصل الكره في عرض محمد الجواد عرض الراس وتوصل الى ماجد عبد الله. ايوه يا عبد الله كره مع ماجد عبد الله بيحاول يمر وطلع يصير الجول، انما تروح برا الملعب ضربة مرمى وخلاص. اعتقد ان صالح مساعدين الانجليزي والهندي اللي هو سيد حكيم الانجليزي ايضا المراقب الخط الثاني، وسمير راح ينفذ ضربة المرمى. الحكم لحد الان كرة مع محيث النجم مع حيث ابن ماجد عبد الله، ماجد كرة مع محبوب هو البطل، حيث بيشيلها ايضا بيطلعها برا الملعب او رمية
تماس في اللعب. محمد عبد الجواد يلعبها، توصلنا مرة ثانية. محمد عبد الجواد كرة معاذ يلعبها في عرض الملعب ويهيئها يوسف سنيان. كرة معاذ يحاول يمر توصل إلى منتخب الكويت الوطني وبيصفر حكى المباراة وتنتهي المباراة بتعادل السعودية والكويت يبقون حبايب دائما. وفي هذا اللقاء ينتهي هذا اللقاء سيداتي آنساتي سادتي، ويصعد رصيد الفريق السعودي إلى 3 نقاط وهدفين، ويصعد فريق منتخب الكويت الوطني إلى 2 نقطة دون أي هدف، وبالتالي السعودية بهدفين إلى 3 نقاط ويتقدم على رأس المجموعة الآن الفريق السعودي. سيداتي آنساتي سادتي، لا نلتقي معاكم إن شاء الله في أقرب وقت ومباراة قادمة من الدوحة في دولة قطر الشقيقة. ألتقي معاكم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خالد يوسف الحربان.